الاسم عبد الحكيم بتور، مصور فوتوغرافي، الميل للتصوير الرياضي وتصوير الحياة الصامتة ستيل لايف. بداياتي من وأنا طالب في المدرسة عندي حب التصوير، ولما كبرت وخشينا مجال الحياة والوظيفة ما سمحتليش طبيعة عملي أن نمارس هوايتي. طبعا تقاعدت من العمل ورجع لي شغف التصوير. العمر ما ليش علاقة بأي هواية، المهم هي الإرادة وأنت تكون عندك الرغبة. الشغف اللي خليني استمر إني نحصل فيه صور كويسة وفيه تفاعل الناس معي. صعوبات معدات مكلفة خاصة بالتصوير الرياضي. الكاميرا الممتازة اللي تصور لك تصوير رياضي بتكلفك $5000، والعدسات طبعا العدسات أغلى من الكاميرات، من $10,000 وأنت طالع بشر. والله باعتباري أنا مقيم في المنطقة الغربية في مدينة الزاوية ما واجهتنيش المشكلة هذه. صورت في الزاوية، صورت في صرمان، صورت في صبراتة، صورت في زوارة، صورت في المناطق أغلب مناطق المنطقة الغربية صورت فيها ما واجهتنيش المشكلة أبدا، ما تعرضش لها. ما فيش مرة قال لي واحد أعطيني تصريح ولا شي دير هنا ولا كذا، بالعكس يا أخي جاوبوا معنا الناس. نشارك في بعض أعمالي في مواقع الفيسبوك المهتمة في محاور معينة في التصوير. طبعا هذه ما فيها جوائز نقدية، لكن فيها يقدروا لك أحسن أعمال مثلا يطلعوهم اليوم، وديما صوري الحمد لله ديما من أغلب المشاركات تكون من 3 نوايا. والله عندي تجربة في تصوير رياضي مع النادي الأولمبي، هي استمرت تقريبا 4 سنوات أو أقل. كانت تجربة ممتازة جدا الحمد لله. صورنا فيه في أغلب ميادين الرياضة في ليبيا، وتنقلنا فيها وعرفنا فيها ناس والحمد لله طالع منها نتائج كويس. يا أخي بالعكس انتقلنا حتى لتونس وصورنا في أغلب الملاعب التونسية في الدوري السداسي، وضفت هذه أرشيفي في التصوير الرياضي. ونصيحتي الثانية إن كل مصور بادي يتعلم مبادئ التصوير قبل ما يخش في المجال هذا، اللي هي مثلث تعريش، هو فتحة العدسة، صورة الغالق، الآيزو، هذا عنده علاقة بالصورة. هذا يتعلمه المفروض قبل ما يشري حتى الكاميرا. هذه نصيحتي، ويصبر.